ابني كسب الزمالك، ما هو ابني انا بحبه، اعمل ايه؟ كسب النهارده وعدى وصعد الحمد لله. ماتش هو شوط اول للنسيان، شوط تاني للذكرى، ده اللي اقدر اقولها. بس عيب ان كنت كفرقه كبيره بحجم وقيمه نادي الزمالك ان انا مش عارف اكسب ماتش زي ده من الاول خالص، من هناك مش من هنا، مع فرقه ما عندهاش اساسيات كوره. 45 دقيقه بلعب مع فرقه حاسس ان انا اللي ما عنديش اساسيات كوره، او مش قادر مع على فرقه ما عندهاش اساسيات كوره، و45 دقيقه حاسس ان الزمالك بيدوس. طب ليه ما لعبتش كده من الاول؟ خلينا بقى نبدا في ماتش حلو جدا، في كلام كتير جدا هنتكلم فيه. هنتكلم عن اسوريو، وهنتكلم عن اللعيبه، وهنتكلم عن التوتر اللي حصل في ارض الملعب، وهل الزمالك ليه ضربه جزاء ولا لا. هنتكلم في كل حاجه تتعلق بالماتش. خلينا نبدا كده. الزمالك لعب على بخطه 3-4-3 اللي هي على الورق، انا بالنسبه لي، او مش اللي هي على الورق، او الزمالك بدا بيها لحد ما دخل في الجون. ودي كانت عامله له مشكله جدا، ان انت كنت مثبت فتوح ورا، ونص الملعب عندك انت مطير 2 من الاربعه اللي يعني كده كده في واحد هو اللي ثابت، وفي 2 طايرين، وفي واحد بيزيد معاهم. خلينا نبدا كده. التشكيل كان بتاع الزمالك مين؟ في حراسه المرمى عواد، قدامه 3 من اليمين للشمال، الزناري المسلوسي، فتوح. بنلعب ب4 في نص الملعب اللي هم مين؟ زيزو و... وشيكا وعمر ودونجا. بتلعب قدامهم ب3 اللي انا ما كنتش فاهمها خالص، ليه لعبت ب2 فراوده؟ بس فهمت ان هو لعبها، بس هو ما عملش بيها يعني خالص. انت لعبت بناصر منسي والجزيري، وجنبهم مصطفى شلبي. هي الفكره انت لعبت ب2 على اساس انك عايز تلعب كروسات. المشكله كلها ان الزمالك ما بداش يلعب كروسات غير بعد ما دخل في جون، يعني هي دي مشكله ما فهمتهاش. طب انت بدات كده ليه؟ دي اول نقطه. خلينا نبدا بس. ان الزمالك فضل يجاري الريتم، ان الزمالك نازل انا هكسب، انا هلعب مع فرقه اصلا واقعه مني، وانا كده كده ضامن ان انا هكسب. فدي كانت المشكله اللي خلت الزمالك يخش فيه جون سهل جدا جدا. ان انت اصلا شيكابالا بيقفل مع الراجل وبيجري معاه، فانت يا زناري المفروض تقفل معاه. فزناري اعتمد ان خلاص هو مفيش حد اصلا منهم بيهاجم، فقشطه تمام، هو واحد ولا حاجه، فكده كده في 3-4 ورايا مغطيني، فتمام. الكوره راحت وعدت خلاص. برده دونجا غلطان ان هو راجع متاخر. دونجا لو عارف ان هو او هو مدي اهتمام للماتش اكتر من كده كان هيشيلها. وعمل اختها في الشوط الثاني. والفرق هنا بقى ما بين ده وما بين ده، ان في الشوط الثاني انت جري جري جري، خد الكرة من بدري، فهو كان عارف وعارف قيمه بقى الوقت اللي هو بيلعب فيه دلوقتي. هي دي بقى كانت المشكله بالنسبه لي مع دونجا في الجون. بعد الجون الزمالك بدا يغير خطته في فكره انه انا هلعب مع الفرقه دي يعتبر 4-2-4 او 3-2-5، هي ما بقتش غير كده، انا شايفها كده. ده هو طير خلاص. انا دايما بشوف الكرة لما حد بيستلمها من اليمين او من الشمال، بلاقي دايما شيكابالا بيروح زايد مع الفرودين اللي جوه، فانت كده في 3 جوه، وبيخش معاهم زيزو من الطرف. لو انت هترفع من مين؟ من مصطفى، او لو من عند زيزو من الناحيه التانية مصطفى بيخش، فانت كده بتسيب 4 جوه، واحد بيرفع لهم، وفي الاخر برضو ما استفدتش بيها. الزمالك فضل كده مع التوتر اللي الزمالك عمله لنفسه، مع فكره بقى النرفزه زياده عن اللزوم، ونخش في اللعيبه شمال ودب دب. انا معاك انك انت لازم تكون قليل الادب، هي كده. انا بالنسبه لي الكوره كده لازم تكون رخم، تنح كلح مع الفرقه اللي قدامك، بالذات لما تكون فرقه اصلا هي كلحه. فانت عملت كل حاجه غلط في الشوط الاول. الناس طالعه متضايقه، الفريق نفسه مش مركز، الناس كانت بتاخد انذارات، كل الكور اللي بتلعبها غلط. هي الكره اليتيمه اللي جات لك بتاعت شيكابالا اللي لعبها ببطن رجله اللي لذيذ ورفعها. الكره دي يا جماعه وش رجلك تكتمه. شيك، انا مش المفروض ان انا اقول لك، بس الكره دي وش رجلك يتكتم، هتزغرط في اي حته في الجون، مفيش حد هيلمحها اصلا. بطن رجلك وانت مش ضامنها، هي نزلت عملت بند تحت وطلعت. المهم ان خلص الشوط الاول على كده 1-0. الزمالك محتاج 4 تجوان بعد ما كان ممكن 2-0 ونلعب بقى على شوط، يعني نلعب ضربات جزاء، او 3-0 وتنهي الماتش. لا الزمالك لا، حب بقى يجود، فدخل في جون. فبدأنا نخش بقى في ليميت تاني خالص، ان الزمالك محتاج يجيب 4 تجوان وما يخشش فيه جوان. فطبعا انا بالنسبه لي ما كنتش متوقع ان الزمالك هيعملها، وهيعمل ريمونتادا تاريخيه بالنسبه لي مع فرقه عارف انها اقل ما يمكن، وما ينفعش اصلا ريمونتادا زي دي في دور 32. بس بالنسبه لي ريمونتادا، لان الزمالك اصلا ما جابش 4 تجوان في فرقه اصلا من اول الدوري. يعني احنا من اول ما بدانا خالص كمان الزمالك ما جابش 4 تجوان على بعض، مش هقول لك في فرقه، فمع فرقه اصلا الكواليتي بتاعها واقع. ايه بقى اللي عمله بقى عم اسوريو بقى في الليله كلها اللي انا قلت عليها؟ اصلا انت محتاج واحد مركز 10 يلعب، ينزل يستلم من الراجل
اللي تحت اللي انت اصلا بقى حررته، اللي انا لسه كنت بحكي عليها، فكره ان انت حررت فتوح من فكره ان هو باك شمال صريح في 3، خليتها 2 ورا، وزودت فتوح في نص الملعب مع دونجا، وطيرت عمر يمين مع زيزو، وبقى فتوح بينزل، او من الاخر كده انت سايب دونجا في نص الملعب واحد ومعاه 2 ورا، واللي يعتبر التاني اللي معاه اللي هو فتوح انت بقيت بتخليه يزيد مع مصطفى شلبي، فبقيت هنا هجم يعني جبهه، والناحيه التانيه طيرت عمر مع زيزو بقت جبهه تانيه. شيكا بقى بينزل ياخد او بيسحب لعيب معاه وهو نازل كده كده، فانت بتفضي مساحه لعمر اللي انت بتلعبها له دايما، زيزو بيلعبها له دايما، او لو عمر اللي معاه بيفضي لزيزو. الناحيه التانيه برضو بينزل شيكا معاهم فبيخلق بصه، او بقى الجديد اللي انت عملته ان هو ايه، اوباما اللي انت نزلته مركز 10، راجل تقيل على كورته، بيعرف يقف على كورته، خد الكوره راح بقى هنا 3 بيلعبوا مع بعض، وهناك الناحيه التانيه شيكا زي ما بقول لك بينزل ياخد الكوره اللي هي السكند عامه اللي جايه تاني، فبقيت بتفضي مساحه من ورا الراجل اللي بينزل مع شيكابالا فبيطلع فيها عمر، وكذلك الناحيه التانيه مصطفى شلبي كان واكل عيش على الراجل اللي ورا. وفتوح طبعا لما انت حررته بدا يلعب بقى كورته اللي احنا شفناها معاك لما بدات تلعب في نص الملعب، لما ايام كنت بتلعب تالت في نص الملعب. وفي حاله الدفاع الاثنين بيردوا كده كده، عمر وفتوح بيقفلوا معاك نص الملعب. بس في حاله لما الكوره ما تبقاش، لما بتبقى معايا، هو الوحيد اللي واقف لوحده دونجا في نص الملعب مع الاثنين اللي ورا اللي انت ثبتهم، يعتبر اللي هما الزناري وحمزه المسلوسي، وبدات تلعب على كده. كوره في الثانيه بقى، انا عارف طبعا 15 عارضه الزمالك يعني مشكلته مع العروض خلاص بقت حاجه ازليه، بقت يعني الزمالك يتيم حرفيا في العروض، مش عارف في ايه. الزمالك 25 كوره، يعني ده الاحصائيه بتاعت الزمالك قدام 5 كور. انا متاكد ان من 25 كوره دول في منهم على الاقل 7 8 في العروض بس. ادي حاجه، الزمالك بدا يلعب وبدا يضغط، بدات تزنق الفرقه اللي قدامك، ما بقتش عارفه تطلع لان انت خلاص قافل من الجنبين، وعندك الجزيري في قلب الملعب. جيت عملت حركه انا ما فهمتهاش بعد الجون الثالث، ما فهمت، او بعد الجون الثاني يا ربي ما فهمتهاش، بعد ما جبت 2 رحت ساحب الجزيري اللي هو اصلا الراجل الوحيد اللي عندك هيدرز موجود في ارض الملعب، رحت شايله ومطلعه ومنزل الجزيري انداي بقى اصلا هو مش عارف هو بيعمل ايه، في كوره جات له هو اصلا واقف على ال 18 يعني 6 يارده مش جوه، يعني هو جوه 18 في ال 6 يارده، فطلع بره السن عشان ياخد الكوره، فانت خلاص بعيد عن ال 6 يارده انك تحطها بدماغك، فمصمم يلعبها حتى اللعيبه كلها زعقت له، فالراجل ذهنيا مش معاك اصلا، فانت ازاي بتلعبه؟ فالمهم انك انت لعبته يعني تمام. هو يشكر على الجون الثالث اللي هو حط بدماغه، والجون اصلا يعني وجب معانا فيها ان هو رماها في الارض، هي كانت سخنه تقريبا، فالراجل لعبها لك، نزلت الكوره دب دب دب، طبعا انت تقريبا الزمالك كل جوان وتلطيش بيلطش. المهم يعني ما عدا جون طبعا شيكابالا، لكن بقيه الاجوان كلها تلطيش حرفيا. بدأ الزمالك لما يجيب الجون الاول يحس بنفسه، يحس ان هو انا قادر ان انا اروح، زي ما كانش حاسس ده، فلما جاب الجون بدري بدأ يحس، لما كمان خدمته قوي بالجون التاني بتاع شيكابالا خدمته اكتر، لعيبه الزمالك جواه حست ان لا انا الماتش بتاعي انا هقدر. لما جه الجون التالت بقى اللي هو الطرمخه بتاع اوباما ده ومع زيزو، ولما زيزو راح حاططها بدماغه والكلام ده كله، هنا بقى الزمالك خلاص حس فعلا ان الماتش بدأ يجي. طبعا عايز اشكر جدا مصطفى شلبي اللي برضو عنده حته بطء كده، وهو بياخد الكوره العب السرعه وروح روح روح، رجلك حلوه على الجون وفي نفس الوقت بتعرف ترفع برجليك الاتنين، فروح مع فرقه كمان زي دي ممكن ما تجيلكش تاني مع فرقه تقيله، فهي بتبقى من واحده، لازم تركز على حته زي دي كويس جدا. الزمالك جاب الرابع، هو عمل حاجه هي صح، بس انا كانت بالنسبه لي ان الزمالك يدوس تاني لان الفرقه اللي قدامه مهما كان هتفتح لعب فكده كده هتبقى قدامك، بس هو الراجل قال لك اضمن وراح منزل 2 اللي هم محمد طارق و وحسام مالديني عبد المجيد طبعا، اللي عليه اصلا موقوف المفروض يعني البيع عليه 200,000 جنيه ولا مش عارف ايه غرامه ولا مش عارف كام، فانت لعبته خلاص يعني تمام مفيش مشكله. الراجل عمل اللي عليه بصراحه، قفل بقى معاك في نص الملعب، خلاص انت قفلت الملعب ونزلت بقى بالاتنين، لما رجعت عمر جابر ورجعت مع زيزو يقفل معاه في نص الملعب، بقيت انت خلاص سايب يعتبر انداي الوحيد، او سواء هما بيبدلوا ما بين انداي وما بين اوباما في فكره اللي هو اللي متساب، ورجعت كمان اوباما تقريبا في نص الملعب، سبت انداي بره وانتهى الماتش على كده. فبالنسبه لي اسوريو تشكيل غلط في الاول، ادى معاك ال 45 دقيقه كارثيه، ما حاولتش تغير فيها، مع انك لو غيرت كنت ممكن تروح وتعمل حاجه تانية. كويس انك انت عدلت بعد ال 45 دقيقه، السيناريو الماتش خدمك، اعتقد ان سيناريو الماتش مش هيخدمك
في كل الاوقات، لان في اوقات هتضطر غصب عنك مش هتلحق تعمل حاجه، لان هتيجي عليك اوقات مع فرق كبيره، انت هو داخل دور المجموعات اكيد هتقع معاك فرق تقيله. الفرق التقيله هتقابلك دي لو ما عرفتش تعدل نفسك بسرعه وما عرفتش تثبت تشكيل. الزمالك بقاله كتير جدا ما بيثبتش تشكيل من اول الموسم، عمال تغير ما بين بقى كمان طريقه لعب وما بين لعيبه، فانت ما بتثبتش حاجه. اتمنى انك انت تعدل الفكره دي، لانك انت دماغك ناشفه قوي. عدل دي. معاك كواليتي مش احسن حاجه واحنا عارفين. يناير جاي يا رب الزمالك يقدر يجيب حاجه. واخيرا الزمالك لدور 16. بس كده. في حاجه اخيره حابب اتكلم عليها برضو، معلش. فكره محمود علاء واللي حصل، وان هو اسبوعين غرامه يتدرب لوحده يعني، وغرامه حوالي تقريبا 4 مليون جنيه. بص يا عم محمود، يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس انت راجل اصلا طالع من الزمالك ان انت مش عارف تلعب في الزمالك ونفسيا متدمر وي مش عايز اجي عليك برضو قوي، انك انت لسه الراجل يعني لسه راجع. بس انا عندي سؤال واحد ليك، انت كراجل لسه جاي نادي الزمالك بتقول يا هادي وعايز تبدا مشوار جديد مع النادي، فانك انت تعمل مشكله مع الجهاز الفني، فالجهاز الفني يضطر يوقفك وانت عندك ماتش مصيري، فده انا بسميه استهتار واستهبال. انا مش عارف اقول لك حاجه تانية، لانك انت في الاول وفي الاخر ما عملتش حاجه لسه، ده انت لسه جاي يعني، انت ما بقالكش كتير مثلا فانت بتستهبل، لكن انت لسه جاي فمش لاقي حاجه اقولها لك، لان انت يعني انت اصلا ماشي بمشكله، فانت راجع اصلا المفروض بقى عايز تثبت ان انت راجل محترم وان انت راجل واقف على رجلك وبتحب النادي وبتعمل وبتساوي، فتروح متخانق. فيا عم محمود يا علاء فوق كده ومشي دنيتك، لان احنا اصلا مش ناقصين جاهزين لوحدنا. بس كده يا جماعه، ده اللي حبيت اقوله. يلا سلام، واشوفكم على خير، واشوفكم في ماتش تاني والزمالك يتعبنا تاني ونفضل نحبك تاني. يلا يا عم، سلام.